ايه الفرق ما بين الاتنين في التيست؟ سألنا السؤال ده في الفيديو اللي فات، المرة دي بقى جاوبه. طيب خلينا نتفق الاتنين for hot drinks safe أو آمنين جدا بالنسبة للمشروبات الساخنة، لكن بيقال إن الماتيريال زي بورسلين وسيراميك ممكن مختلفة شوية من الجلاس في حتة مهمة قوي، إنها بتتفاعل ولو بنسبة ما شوية مع المشروب الساخن، فممكن تغير في الفليفر، في النكهة أو في يعني في التيست بتاعه، لكن ده ما بيحصلش أبدا في الكوب الزجاجي. دي أول حاجة. الحاجة التانية إنه البورسلين سيراميك موست لايكلي أو في أغلب الأحيان بيبقى ليها سنت، رائحة أو تيست، ليها مذاق معين. المذاق دوت والسنت دي بتظهر في طعم المشروب الساخن اللي شخص بيشربه، لكن انت في الكوبايه الازاز بتاخده مشروب مجرد من اي تيست او سنت، لان الازاز ولا ليه ريحه ولا ليه طعم. في ناس بتفضل الجلاس كاب كمان علشان او الكوبايه الازاز يعني علشان بتحتفظ بالحراره لمده زمنيه اطول مقارنه بالبورسلين سيراميك. صحيح الاتنين بيحتفظوا بالحراره بشكل جيد، لكن معروف ان الازاز اكتر بكتير. الحاجة التانية انك تقدر تشوف واتس انسايد، يعني ايه اللي جواه، فالناس لما تكون خارج منزلها بتكون مطمئنة اكتر انها تشرب المشروب في كوباية عن انها تشربها في فنجان. طب ايه رأيكم بقى في الكارتون كاب؟ ندخله معانا المرة دي. ايه الاختلاف ما بينهم وما بينهم؟ ده بديل للبلاستيك، لان طبعا البلاستيك تم اثبات علميا ان هو مضر جدا في المشروبات الساخنة، فالكرتون صحيا وبيئيا هو الافضل طبعا، بس هو ليه سترونج تيست على فكرة، ليه مذاق قوي جدا بيظهر في المشروب الساخن. فلو هنقارن، بس هو مهم للرحلات، مفيش حد بيستغنى عنه، وده مهم لما يكون في ضيوف، وده بقى لينا احنا، يعني ما تبقى قاعد بحريتك بقى هتحب تشرب في الازاز اعتقد اكتر، او انا بتكلم على نفسي عامة. so anyway ده ليه تيست اقوى شوية، ورائحة شوية بتنعكس على بتغير شوية في المشروب، ده يليها على طول في الترتيب، وده ولا ليه اي طعم ولا اي حاجه بتتغير، يعني ولا ليه طعم ولا ريحه، فانت بتشرب المشروب السخن زي ما هو بالظبط، مفيش اي تغيير خالص. يا جماعه احنا بنتكلم على الهوت درينكس، مشروبات ساخنه، المشروبات البارده ما بتحسش باي اختلاف، هي بصراحه، لكن في الهوت لا، بتفرق جامد قوي قوي قوي. شكرا.